السلام عليكم مجددا. عدنا والعود أحمد. أولا كنقدم الاعتذار بزاف ديال الناس اللي كيراسلوني على الصفحة ديالي الشخصية على الفيسبوك على أساس أنهم دائما تيسولوا على هاد المجال ديال لاكويزين أو مجال ديال الضيافة بصفة عامة. بزاف ديال الإخوان كيراسلوني بغينا نبداو في الدومين، ولا بزاف ديال الاخوان تيسولوا شنو هما الاساسيات وشنو هما الايجابيات والسلبيات ديال هذا الدومين، وكيسولوا كيفاش اننا نقدروا نحصلوا على عقود العمل داخل ارض الوطن المغرب يعني وخارج ارض الوطن. دونك بزاف ديال الاسئله جاوني، وللاسف الشديد انه ما كنتش كنفتح باقي الصفحه الشخصيه ديالي على الفيسبوك نظرا لبعض الظروف الشخصيه والعمليه. الحمد لله دابا نرجع لكم ان شاء الله من جديد، لانه بزاف ديال الاخوان كيراسلونا ولحكم ضيق الوقت والعمل ما قدرتش انني كل واحد نجاوبو على السؤال ديالو. دونك قلت علاش لا ما نديرش دي فيديو ونجاوب الناس. اولا بالنسبه للناس اللي تيسولوا على المهنه ديال لاكويزين، واش فيها باقي ما يدار ولا ما فيهاش؟ بالنسبه لاي دومين كما كان ممكن باقي فيه ما يدار، غير هو خاصك انت دير بلاصتك في المجتمع ولا في الدولة ولا في المدينة اللي انت موجود فيها. كيفاش انك تقدر دير بلاصتك؟ هذا هو السؤال اللي خاصك تطرحه على راسك. المهم باش ندخلو على صلب الموضوع، بالنسبة لهذا المجال ديال الهوسبيتاليتي عامة، اولا غادي نهضر لكم على الكلمه ديال الشاف اللي كتكون من 4 حروف، اللي هو سي والاو، اللي هو السو الاش والاو والاف. اول حاجه باش اننا نعرفوا معنى كلمه الشاف، لانه الشاف ماشي راه اي واحد راه كيجي كيحط البزار ولا كيحط الملحه ولا الكمون ولا البصله ولا اي حاجه دونك راه شاف. لا، شاف راه كاينه المسؤوليه، راه كاين الهايجين او الفود سيفتي، راه كاين بزاف ديال الحوايج اللي كاينين. ماشي راه اي واحد ولا الناس اللي تيديروا الكرارس اللي في الشوارع ولا الطعام ديال الشوارع دونك راه شاف. لا، الشاف غير والمهنه غير. كما قلت لكم سي يعني لا كويزين، هذا هو المعنى ديال حرف السي، لا كويزين. ومن بعد ان شاء الله غادي نجيو التفاصيل ديال كل حرف. بالنسبه لاش سي كما قلت لكم اللي تتبدا بها كلمه شيف، سي تتعني لا كويزين، والاش تتعني لوسبيتاليتي يعني الضيافه. ومن بعد راه غادي نهضروا على التفاصيل ديال كل وحده. بالنسبه للاو يعني education او education باللغه الانجليزيه يعني التعليم، والاف يعني الفود طعام. هادو هما 4 حروف اللي تتكون منهم كلمة ديال الشيف. أولا بالنسبة أنك باش تكون شيف، أولا راه إلا أنت ماشي متواضع لواحد الدرجة راه ما غاديش تقدر توصل في هاد الميدان هذا ولا في أي ميدان كما كان. المهم كاينين بزاف ديال النقاط اللي ممكن الإنسان باش أنه يوصل راه خصو يدوز منهم. كاينين بزاف ديال النقاط وبزاف ديال المراحل. الانسان اولا خصو يصبر ويكون كما تنقولوا قافز، ولكن ماشي قافز بالمعنى ديال ما عرفتش كنشر كما كيقولوا المصريين شاطر، يعني شاطر الشطاره. المهم حتى حنا راه تنقولوها بالدارجه.
والانسان تكون عنده القدره على التحمل، لانه في هذا المجال هذا خاصه ديال لا كويزين راه غتلقى مع بزاف ديال الناس. غتلقى مع واخا في اي دومين، غتلقى مع الناس زوينين، غتلقى مع الناس خايبين، ولكن هذا الدومين راه ما عرفتش، حيت ما جربتش الدومينات الاخرى باش نقول انا على اساس المهم حكم مع الاصدقاء ديالي وكذا. تنشوف هذا الدومين هو اللي فيه بزاف ديال الحفير كما تنقولوا. كاين بزاف ديال الامور. دونك باش انك تمشي في هذا المجال هذا خاصك تصبر وتتعلم وتكون متواضع كما قلت لكم. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم، والفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي نجيو للتفاصيل ديال كل حاجه باش ما نطولش عليكم الفيديو. المهم نتلاقاو في فيديو جديد.